هتلحق تسافر وتيجي قبل ما تبرد القهوة؟ رواية قبل أن تبرد القهوة رواية لذيذة جدا، بنصحكم كلكم تقروها. أنا شخصيا بديها 5 نجوم. أحداثها بتدور في قهوة في طوكيو. الناس بتيجي تقعد على كرسي وتطلب القهوة، بس مش أي كرسي، ده كرسي بياخدك ويسافر عبر الزمن، يرجعك بقى للماضي يوديك للمستقبل زي ما انت عايز، بس شرط تروح وتيجي قبل ما تبرد القهوة. الشخصيات بقى اللي سافروا في الرواية هم 4 ستات. واحدة سابت اللي بتحبه يسافر ويسيبها وندمت انها سابته وقررت انها عايزه تروح له تاني، وزوجه جوزها جاله زهايمر فقررت تسافر عشان تساله على حاجات معينه، وبنت اختها الصغيره ماتت في حادثه عربيه فقررت ترجع عشان تزورها، واخر واحده حامل مريضه خايفه على الطفل اللي في بطنها قررت تسافر عبر الزمن عشان تشوف وضعه هيبقى ايه لما يتولد. بالرغم من ان ناس سافرت في الماضي وناس سافرت في المستقبل، قابلوا بعض الاربعه وكانوا بيساعدوا بعض يوصلوا للي هم عايزينه. مغزى الروايه اننا نعرف ان الحزن على الماضي مش هيغيره، والخوف والقلق من المستقبل مش هيحمينا من الاضرار اللي ممكن تحصل لنا. السؤال بقى، لو جاتلك فرصه تسافر عبر الماضي او المستقبل هتختار تروح فين وهتغير ايه؟ قولولي في الكومنتس.